السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة طاجن كوارع. بصوا عامل ازاي. يلا ندخل على الفيديو ونشوف عملنا الطاجن بتاعنا ده ازاي. بصوا اول حاجة هنعملها ان انا هجيب ليمون وهعصر الليمون. عصرنا الليمون هحط لها ايه، معلقتين ملح كده، وعندي شوية دقيق، وهحط مية بقى من الحنفية، وهقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض، وهنزل بقى بسم الله بالكوارع الحلوة دي بتاعتنا. هنقعها بقى في الملح والليمون والدقيق. ناخد معلقة بقى بس كده هسيبها بقى ايه بقشر الليمون كده بالدقيق والملح، هسيبهم شوية منقوعين لحد ما اعمل، هنشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى بعد ما نقعناها شوية في الملح والليمون والملح والدقيق ماشي. طبعا اللي انا كنت مقطعاها، هو الراجل مداني متقطعه مغسلاها وغسلتها كويس تحت الميه، وبعد كده نقعتها هاخدها بقى اغسلها تاني، هشطفها بقى من النقعه اللي كانت فيه شطفه كده حلوه برضو، وحاطه ميه على النار تغلي ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى كده الميه ابتدت تغلي معايا، هنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم بالكوارع. وانا دلوقتي بالليل هديها كده غلوتين حوالي من ربع ساعه نص ساعه تغلي كده كام غلوه، وهطفي عليها وان شاء الله الصبح هكملها. انا بحب اعمل كده في الكوارع لاني ما عنديش حلة ضغط، فبعملها كده عشان خاطر تبقى مكتومه، يعني تغلي يعني طول الليل بقى تستوي مع نفسها، يعني مش هتاخد معايا الوقت اللي هو يعني في السوا. وكمان ايه تقول ايه، مش هحط لها اي حاجه هنا، بس هستكفي بس بالغلوه بتاعتها، وان شاء الله الصبح بقى ايه هحط لها التوابل والبهارات بتاعتها زي ما قلت لكم. هسيبها بس تغلي كام غلوه كده من ربع ساعه نص ساعه، وهطفي عليها بقى، وطبعا هطفي عليها واغطيها عشان تفضل مكتومه معايا، يعني تستوي مع نفسها. دلوقتي بقى من الصبح ان شاء الله كده، خلاص كده بعد ما خدت الغلوه بتاعت بالليل اهي دخلت في السوا ما شاء الله عليها. هحط لها بقى ايه دلوقتي، هحط بصل وطماطم وجزر بسم الله، البهارات بتاعتنا بقى فلفل اسمر، لو عندك فلفل حصى حطي، انا ما عنديش بس انا لسه صاحيه من النوم، فاول حاجه عملتها ان انا جريت على الحاجه دي. معايا حبهان وقرنفل وسبع بهارات وكام ورقه لورا وعود قرفه بس، وهديها بقى ايه غلوه، وبعد كده اروح بقى مهديه عليها خالص تستوي براحتها بقى معانا بقى ايه كده ايه، يعني ساعه ونص ساعتين قبل ما تستوي معانا ان شاء الله باذن الله. اوريها لكم بعد ما تستوي. اهي الكوارع استوت خلاص بقى، ابتدي اشيلها من الشوربه بتاعتها علشان احنا بناكلها مخليه، فهخليها الاول ونشوف هنعمل ايه تاني. بقى الفته حطيت توم ومعلقه سمنه، ثم اتحمرت هنزل فيها معلقتين خل، وبعدين نزلت بعصير الطماطم. انا مستعمله طماطم مجمده هنا عشان الميه قطع عندي، فمش عارفه ان انا هستعمل المطبخ للاسف. وهنتبل بملح وفلفل وكمون، كل واحدة أو كل واحدة على حسب ما بتحب تتبل الفتة بتاعتها. هسيبها بقى تفك وتتسبك
هنشوف نعمل ايه تاني. بس يا جماعه انا مش قادره اتكلم لان تعبانه والله، بعمل اكل وانا تعبانه قوي، دول ربنا يشفيني. هنعمل بقى الطاجن. معايا هنا معلقه سمنه وحبه زيت وبصلايه، وهحمرها او هدبلها، بس مش هحمرها لاني مش قادره اقف اصلا. بصوا بقى هنا معايا فلفل حامي ومعلقه هريسه وثوم، هنزل بيهم على البصل. طبعا لو عايزه تستغني عن الحاجات الحراقه دي براحتك، احنا عشان بنحبه او ابو كريم بيحبوا ياكلوا حراق، فانا عاملاه له حراق بالفلفل الحامي ومعلقه هريسه والثوم. الثوم طبعا اساسي في الطاجن. خليهم بقى تشويح مع البصل الثوم تطلع، وهنخش الطماطم. خلاص كده اتشوح. هنزل بقى بكبشه صلصه الفتة، هسيبها بقى تاخد وتقلي مع بعض، وبعدين اقطع الكوارع وهنشوف هنعمل ايه تاني. وهي دي الكوارع بعد ما خليتها في نفس الحله اللي انا كنت سلقه فيها، وهنزل بقى عليها بالصلصه اللي معايا، وهجيب كام كبشه شوربه كده من شوربه الكوارع واحطها عليها واديها غلوه على البوتاجاز، بعدين نحطها في الطاجن. ادي الشوربه. هاخد بقى كام كبشه كده احطها في الصلصه. بصوا عامله ازاي جميله. حطيتها في مكان الصلصه. بسم الله. بس كده ادي اهو، خلاص كده اديتها غلوه. ابتدي بقى اصبها في بسم الله في الطاجن. طبعا انا مش مكتره طماطم المره دي، انا بحب يبقى فيها طماطم كتير، المره دي مش مكتره فيها الطماطم. وحريه هدخله الفرن يا دوبك ياخد وش كده، وعشان هي مستويه قوي معايا ما شاء الله، يعني استوت بسرعه معايا، فاحطها تاخد وش وطعم الفرن بس. خلاص كده. وادي الطاجن الحلو بتاعنا خلص وطلع بسم الله ما شاء الله عليه، والريحه طاجن الكوارع. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.